تعالي معايا اوريكي الطبق العظمه ده عملناه ازاي بكل التفاصيل بتاعت غسيله. في ناس كتير بتستصعب تجيبه من غسيله من هنا ورايح. بعد ما تشوفي الفيديو ده هتجيبيه وانت مطمئنه وهتغسليه بكل سهوله، ومش بطريقه واحده، لا بطريقتين. تعالوا نشوف عملناه ازاي، ومن هنا ورايح هتجيبيه كل يوم عشان من كل سهوله غسيله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين ده ايه، ده ممبار. تعالوا نشوف بقى هنقلبه ازاي بطريقه سهله. انا هنا معايا المقص، هقص كده حتت واخد الحته اللي انا قصيتها اهي واضحه تحت الميه، وهنعملها كده اهو. وافضل اغسلها كده كويس واسيبها نشوف هي من اول فين تاني. عماله تضيع يا جماعه من كبرها. نقفل الميه. تعالي بقى هوريكم تاني اهو. بنقص الحته اللي احنا عايزينها تكون طول ايه، خليكي كده بره. بصوا، بنمسكها نفتحها كده ونقوم قلبينها كده اهو بعد ما اهي، وبعدين نقلبها كده اهي، ندخلها جوه بعض. بصوا اهي، واول ما بحطها تحت الميه بصوا هي نزلت ازاي لوحدها. نعمل واحده كمان. اسهل طريقه لقلب الممبار دي بصراحه اهي. اهي بصوا بنعمل كده اهو ونقوم قلبينها عكسينها، بنخلي اللي جوه بره واللي بره جوه. بصوا هي بتفرد ازاي لوحدها تحت الميه بكل سهوله. الناس اللي بتستصعب الممبار، انا كنت كده على فكره، كنت بستصعبه جدا. هتلاقوا نفسكم بعد كده بتعملوه بكل سهوله ومش هيبقى صعب ولا حاجه. اهو نقلبها. كل ما بيكون معاكي كل ما بتقصيها اكتر، كل على فكره ما هتتعبك اكتر. قصيها صغير وهي هتتفرد معاكي بكل سهوله. هخلص الكميه دي كلها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. بصوا حبيت برضو اوريكم الفكره دي. بصوا طويله اهي، هوريكم برضو تقلبوها ازاي بطولها ده، وبعد كده تقصوها براحتكم. سيبكوا بقى من اللي بيقولوا خلاط وكبه والكلام ده كله، ده ضعيف خالص يا جماعه. هيتقطع طبعا. شايفين شفاف ازاي؟ ده يستحمل سكينه؟ عمره ما يستحمل سكينه. حتى لو بيقولوا حاطين عليها سلوتيب او حاطين البلاستيك بتاع الكبه فيها، هيتقطع. فليه نخسر فلوسنا؟ حرام. اهو سهل جدا، ومن النهارده كلنا هنعرف نعمله. بصي اهي، بصي انا الاول عملتها كده اهو، دخلت حبه وبعد كده هاخد الباقي كله هقوم مدخلاه كده فيها. ولازم يكون تحت ميه سايبه، لو مش تحت ميه سايبه مش هينفع. بصي هتلاقيها اهي لقيتها، وشفتي نزل ازاي لوحدها اهي. اهي فردت اهي. بس لا سحر ولا شعوذه، من النهارده هتعمليه بكل سهوله. وفي ناس بتكحته بالسكينه، بصراحه انا مش بحب اكحته بالسكينه لان هو ضعيف قوي. واهو تعملي كده بايديكي، ومش بس كده، بعد ما اخلص خالص هوريكي بقى انا هعمل فيه ايه. واهو تقطعيه بقى بعد كده زي ما انت عايزه، الاحجام اللي انت عايزاها. وما ننساش ان الممبار هيكش في السليق، يعني اللي انا عاملاه ده هيكش، هيبقى اصغر من كده طبعا. على فكره انا اللي ما كانش بيعرف يغسل الممبار، انا برضو ما كنتش بعرف اغسله ولا كنت بعرف اقلبه. كنت بستعين بماما، كانت هي اللي بتعملهولي. بعدين قلت بقى لا، نقطه ستوب، لازم اعتمد على نفسي، واعتمدت. فاضل معايا اخر واحده
نعملها برضو بنفس الطريقة. وهرجع واقولك لو مش تحت ميه مش هينفع يتقلب، لازم تبقى ميه سايبه كده فوقيه، دي اللي بتساعده. نعلمه كله في ايدينا اهو اهو. لميته اهو، دخلتها جوه اهي، نزلت اهي لوحدها اهي اهي. وافضل اعمل كده بايديا. بصي انا لسه جايباه من عند الراجل والله زي القشطه، بس لازم اغسله طبعا. بصي دي دهون دي هتسيح في السليق. في ناس بعد ما بتغسله بترجع تقلبه تاني، بس انا لا، ما بقلبوش بصراحه، الحكايه مش ناقصه فرهده، ما بيختلفش اي حاجه يعني. بعد ما خلصته طبعا كله، ليمونه نعصر عليه كده بقى الليمونه ونسيبه فيها. طبعا صفيته من الميه اللي كانت فيه. اعصري كده عليه ليمونه كده حلوه. ده كيلو على فكره يعني، بصوا ما خدش معايا اي وقت. فانت اعمليه بالطريقه دي ان شاء الله واعتمديها، هيبقى سهل بالنسبه لك. شوفي انهي الافضل لك، هتقطعيه صغير ولا تعمليه زي ما انا ما وريتك في الاخر. سهل جدا، مش هياخد معاكي لا مجهود ولا اي حاجه. ولو مش عايزه تقلبيه ما تقلبيهوش، هي مش هتفرق كتير. حبه ملح صغيرين، واوعي تحطي له خل، هيتهري منك لو حطيتي له خل وهتلاقيه اتقطع. احنا هننقعه بس كده شويه في حبه، انا حطيت حبه ملح صغيرين قوي، مجوش ربع معلقه. والليمونه، وطبعا على حسب كميته يعني، لو انت جايبه اكتر حطي ليمون اكتر. ده كيلو. هنقعه كده شويه في الميه قصدي سوري في الليمون. وبعد كده هرجع اشطفه تاني. وبس تكوني بقى محضره الحشوه بتاعتك وتحشي، وتكوني مولعه الميه بتاعتك وتسلقي وتقلي وتاكلي يا ست الكل بالف هنا وشفا. يا رب اكون فدتك.